سالم الدوسري حقيقة قام بحركة كان مفترض أن ما يقوم بها أثناء توقف اللعب. قام بقذف الكرة اتجاه لاعب نادي الاتحاد محمد قاسم. نلاحظ الآن يعني كان مفترض أنه الحكم الرابع والحكم المساعد الثاني ينبه الحكم لهذه الحالة، لأن اللاعب كان يستحق فيها بطاقة صفراء تجاه لاعب نادي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال. الدقيقة 81 شاهد هنا كون في إعاقة. شاهد الحالة الآن سالم الفرج بعد ما حاول عبد الرحمن العمري المرور منه الغامدي. هنا عملية سالم الفرج عملية مسك واضحة داخل سلمان يا ابو فهد، خذ مني سلمان الفرج. طبعا عملية المسك نوقف اللعب هنا الآن، نوقف حالة المسك اللي أمامنا الآن. ركلة جزاء في عملية المسك اللي حدثت. بس نوقف الحالة هذه، نوقف هنا. طبعا بالنسبة للحالة هذه عملية المسك اللي حدثت، حكم المباراة قد يكون أمامه مجموعة من اللاعبين وزاوية رؤية غير واضحة، لكن الحكم المساعد الثاني الحالة أمامه كانت واضحة جدا، وركلة الجزاء لم تحتسب في الدقيقة 83 من زمن المباراة. يقف قدام المهاجم. طيب ورجل اليسار ممدودة. طبعا المعقول يعني متى تحسب ضربات الجزاء؟ وقف إذا سمحت أستاذ محمد، نرجع قبل الاصطدام نرجع شوية. هم عرفوا في الكنترول وش المكان. بس نكمل. بس الآن القدم على الأرض. وقف والهلال من الحكم عبد الرحمن العمري ومساعد. طيب عدم احتساب ضربة الجزاء أثر على نتيجة المباراة من لم يؤثر؟ بالنسبة لعملية أي ترك الجزاء اللي في وجهة نظرك ولا اللي أنا جبتها؟ يلا خليها اللي على وجهة نظرك. لا اللي فيها الشد، اللي فيها المسك ولا الثاني؟ لأن الحين يطلع لي باثنين. لا المهم نحن خلي واحدة فيها صح نعتبر اللي هو رايك. هي واحدة. هل أثرت الحين نتيجة المباراة ولا ما؟ واحدة بموجب القانون صحيحة، واحدة بوجهة نظرك هي. خليها اللي بموجب قانونك. طيب بموجب القانون أكيد بالنسبة لحالة زي هذه تغير نتيجة المباراة وتأثر على تقدير. يعطيك العافية.